السلام عليكم متابعي قناة مقياس العقل. لجأت الصين لطريقة مبتكرة وغريبة في وقت ذاته لمنع إهدار وسرقة المناديل الورقية في المراحيض العامة. تركيب كاميرات في الحمامات العامة بالصين. التقط صورة لنفسك أولا، وذلك من خلال تركيب كاميرات في تلك المراحيض. فإذا أردت دخول المرحاض في الصين لن تحصل على المناديل الورقية اللازمة إلا في حالة التقاط صورة لك، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز. فقد أقدم واحد من أكثر المراحيض العامة الشهرة بالصين على تركيب الكاميرات باللغة الحساسة تتعرف على وجوه الأشخاص، وذلك لمنع سرقة المناديل الورقية أو الإفراط في استخدامها. إذا أردت استخدام المرحاض عليك أن تقف أمام الكاميرا كي تلتقط صورة لوجهك لتتمكن بعدها من سحب المناديل الورقية، وإلا لم تتمكن من حصول على المناديل فلا مناديل لك دون صورة، فماكينة سحب المناديل لا تعمل دون التقاط تلك الصورة. وتم برمجة الماكينة على عدم السماح لنفس الشخص بسحب المنديل إلا بعد مرور 9 دقائق كاملة، وهذا الوقت كافي لإنهاء الشخص من استخدام المرحاض. ولم تلقت تلك الفكرة إعجاب بعض المواطنين نظرا لانتهاك الخصوصية بتركيب الكاميرات في المراحيض التي تعد أماكن خارج إطار المراقبة أو تركيب الكاميرات. اشتراك في القناة يدعمنا، لا تبخل في الاشتراك معنا لترى كل حصري وجديد في قناة مقياس العقل.